السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بإخواتي وحبايبي، يا رب تكونوا بخير، يا رب تكونوا في سعادة، يا رب تكونوا في أتم صحة. وحشتوني جدا جدا من الفيديو اللي فات. قبل ما ابتدي الوصفة هنسمي الله ونصلي على رسول صلى الله عليه وسلم. هنعمل حاجة أعتقد كلنا بنحبها، هنعمل مع بعض كنافة بالمانجا. بجد الوصفة دي طعمة من الآخر، طعمها مميز جدا وجميل. بص، انا عايزه بقى من اخواتي حبايبي كده لايك حلو كده يفرحني، واشتراك في القناه اللي ما اشتركش في القناه، وكومنت كده حلو منكم. بجد انا بقرا التعليقات اللي انتوا بتكتبوها، بجد بتفرحني جدا، وكلامكم جميل جدا. يعني بجد ربنا يفرح قلبكم زي ما بتفرحوني. وربنا يا رب لكل اللي نفسه في حاجه ربنا يا رب يديها له، وتحققوا كل اللي نفسكم فيه، اللهم امين يا رب. يلا بينا بقى نعمل الوصفه الجميله دي ونشوف عملناها ازاي. معايا نص كيلو كنافه. اسيب الكنافه في الفريزر الاول لمده ساعتين علشان اعرف افتفتها معايا بالشكل اللي انتوا هتشوفوه معايا. عايزاها تقطعيها بالمقص، تقصقصيها بالمقص. ماشي، عندك كبه عادي فرمها في الكبه. المهم انا عايزاها ناعمه معايا. هفرك بقى الكنافه كويس جدا، هفتفتها كده معايا. ومعايا كوبايه الا ربع سمنه. الربع التاني هضيفه في قعر الصينيه اللي هضيف عليها السمنه. همسك بقى الكنافه مع السمنه، ادعكها بقى كويس كده بايديا، وهشرب الكنافه كلها بالسمنه، ما اسيبش حته في الكنافه لما تكون كلها شاربه سمنه. وهجيب معايا بقى صاج 30 في 40 علشان اضيف عليه الكنافه دي وادخلها الفرن. هجيب بقى معايا 3 4 معالق كده سمنه في الصينيه من تحت، يعني عشان تاخد معايا لون حلو قوي. وهضيف معايا الكنافه. طبعا هدوس على الكنافه كويس جدا بايديا واسويها واضغط عليها كويس. في طريقه تانية طبعا، انت ممكن تحمريها من فوق، او تحمريها في الفرن. بس دي بتبقى ناشفه شويه، اللي بيحب الكنافه ناشفه مع المانجا. اللي بيحبها بقى ولا ناشفه قوي ولا طريه، بيحبها وسط يعني، يعمل الطريقه ديت. مش هتكون معاكم ناشفه قوي مقرمشه، ولا هتكون معاكم طريه، هتكون معاكم مظبوطه جدا. تمام. امشوا ان شاء الله بالطريقه دي، والطريقه سهله جدا وكويسه كده، وان شاء الله هتعجبكم. طبعا هضغطها معايا وهدخلها الفرن حامي. هتاخد معايا ممكن تلت ساعه او نص ساعه حسب درجه حراره الفرن بتاعك. اول ما اطلعها بقى معايا هسقيها كوبايه شربات. الشربات بقى عبارة عن كوباية سكر وكوباية مية ونص عصرة ليمونة وكيس فانيليا. تمام، انا الشربات ده كان عندي، ضفت بقى عليها الشربات. تمام، وهنعمل مع بعض بقى الكريمة. ضيفي لها كوباية شربات او كوباية ونص حسب ما انت لو عايزاها طريقة قوي ضيفيها كوباية ونص شربات. هجيب بقى معايا كيسين كريم شانتيه، اي نوع كريم شانتيه انت بتحبيه. لو ما عندكيش بقى اكياس وعندك كريم شانتيه سايب، هتضيفي نص كوباية. هضيف كوباية لبن او كوباية مية، اللي عندك ضيفيه، عندك لبن او مية اي حاجة من الاتنين ضيفيها، هتبقى زي الفل من ايديكي. هضرب بقى الكريم شانتيه ضربة كويسة جدا جدا لحد القوام معايا ما يتقل. تمام. اللي وصل لحد هنا بقى يصلي على رسول صلى الله عليه وسلم، عليه افضل الصلاة والسلام. الكريمة بقى هنضربها كويس جدا بالمضرب. الكريمة عندي هنا مش عايزاها، مش عايزاها يعني خفيفة ولا تقيلة، وسط يعني. عايزة بقى تضيفي على الكريم شانتيه عصير مانجا، ضيفي. تمام، بس لو هتضيفي بقى عصير مانجا لازم تحطي جوه الكريمه نفسها جيلي، عشان الكريمه ما تبقاش طريه معاكي وتعرفي تقطعيها. لو مش هتضيفي عصير خلاص ضيفي الكريمه زي ما انا ضفتها كده على على الكنافه على طول مباشره. هضيف بقى الكريمه على الكنافه وهسويها بقى بطريقه كويسه يعني. بس كده هعمل بقى معايا على طول الجيلي المانجا. هعمل الجيلي علشان خاطر قطع المانجا ما تتبلش معايا. عندي بقى اي نوع مانجا انت بتحبيها، اي نوع مانجا بتحبيها استخدميها. هنجيب مانجا، هنقطعها مكعبات صغيره. تمام، وهركنها منجيتين كده او منجيه كبيره، هتقطعيها مكعبات واركنها لي على جنب. اي مانجا عندك بتحبيها او اي مانجا عندك في التلاجة. تمام. هنقطع المانجا بقى مكعبات. تمام، وهركنها على جنب. هجيب معايا كيس جيلي مانجا، وهضيفها على على قطع المانجا. هضيف معايا كيس الجيلي مانجا ليه بقى؟ علشان كيس الجيلي دوت بيبقى فيه جيلاتين، هيحتفظ بلون المانجا
وكمان المانجا ما تتبلش معايا، تفضل المانجا ايه فريش كده وطعمها ايه حلو ما يغيرش. تمام. هجيب كيس الجيلي هضيف عليه نص كوبايه ميه مغليه، نص كوبايه ميه سخنه. تمام. وهقلب الجيلي كويس جدا لحد ما يدوب معايا، وبعد كده هضيف عليه ايه كوبايه ميه ساقعه. تمام. هقلبه كويس جدا جدا، وهضيف معايا كوبايه ميه من الحنفيه او ميه ساقعه، وهضيفها بقى على قطع الجيلي، او هضيف الجيلي على قطع المانجا. هجيب بقى المانجا اللي عندي هضيفها على الكريمه على طول. تمام. اي كميه مانجا عندك ضيفيها ايه على الكنافه. بعد بقى ما هضيف قطع المانجا هضيف الجيلي معايا. الجيلي طبعا هيحتفظ بلون زي ما قلت يعني هيحتفظ بلون المانجا بشكلها يعني وطعمها. وغير كده طبعا الجيلي بيبقى طعمه حلو، فيدينا طعم برضك ايه احلى واغنى يعني. كان عندي كريز بقى، قلت ايه اكسر اللون المانجا كده بقطع ايه من الكريز، هيديها شكل معايا حلو وبرضك هيديها طعم جميل قوي معايا. جبت الكريز قطعته كل كريزيه نصين بس، وزيني بقى الشكل اللي انت عايزاه. عندك مكسرات عادي ضيفي على الوش مكسرات، مش عايزه تضيفي اي حاجه هي حلوه قوي من غير اي حاجه. يلا يا ستي الكل اعملي الطريقه دي ان شاء الله وهتعجبك باذن الله، جربوها ان شاء الله وهتدعوا لي. ان شاء الله الوصفه جميله جدا وطبعا احنا يعني احنا بنحب نعملها في شهر رمضان المبارك، علشان المانجا طبعا بنبقى مخزنينها في الفريزر عندنا، والوقت طبعا المانجا موجوده. فقومي اعملي كده بقى صينيه كنافه بالمانجا، بجد طعمها حلو قوي وهتبقى من ايديك انت احلى. كفايه ان انت هتقفي وهتعمليها بحب كده، وهتطلع من ايدك ان شاء الله زي الفل. كده بقى ان شاء الله وصلنا لاخر الوصفه، وان شاء الله كده اسيبكم في حفظ الله، واسيبكم على خير يا رب. مع السلامه، مع الف سلامه.